بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السيدات والسادة مشاهدينا الكرام في كل مكان، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم لمتابعة تفاصيل هذه المنافسة وهذا اللقاء الذي يجمع بين الطرفين على رقعة ملعب مراكش الكبير، اللقاء الذي سيدور بعد لحظات بين فريق الرجاء الرياضي وخصمه في هذه المنافسات اللي هو فريق اولمبيك اسفي، من المواجهات اللي غادي يبحث من خلال كل طرف باش انه يقدم 3 ديال النقاط الانتصار في هذه المواجهه، وايضا التعامل بكل واقعيه مع مقابله اللي نتمنوا ان ايضا ان يكون فيها تشويق، تكون فيها الاثاره، تكون فيها ايضا النديه، ويكون فيها تنافس كبير بين الطرفين. هي لحظات مشاهدينا الكرام، وسنغوص واياكم في غمار هذا اللقاء، في غمار هذا التنافس القوي اللي غادي يطمح من خلاله سواء فريق ديال المراوغه، وفي اخر المطاف كتجي تغطيه ديال الدفاع اللي كيبعد الخطورات صويبه ومباشره صوب الحارس. محاولة التعامل مع هذه الكرة على المستوى الخط الأمامي، هذا من فاتي يرفع هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، خروج الحارس خالد كبيري. العملية الهجومية، كرة أمامية رجوية في اتجاه بولكسوت كيوصل الكرة ديالو، بولكسوت تمريرة عرضية جانبية داخل منطقة الجزاء رأسية ومباشرة إلى بولكسوت اختار في اتجاه آدم النفاتي. هنا التمريرة الجانبية، دخول ديال بولكسوت داخل منطقة الجزاء، ولكن في طلع الدفاع، استعداد لرفع هذه الكرة تنفذ داخل منطقة الجزاء في غياب متمم العملية في اللقطة الماضية. كرة الثانية الآن صويبة ولكنها لم تقدم مطلوب، هجمة مرتدة مضادة، خروج أنس زنيتي، تمريرة أمامية، فرصة محاولة من أجل اختراق والدخول داخل منطقة الجزاء للرجاء الرياضي، ولكن لم تكتمل العملية الهجومية. وهذه تمريرة أمامية، فرصة مباشرة إلى خارج، محاولة مرة ثانية، عملية هجومية، كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة البحث عن متمم العملية، ولكن كرة تنفذ داخل منطقة الجزاء، محاولة إبعاد للخطورة، تعود مرة ثانية لتكون لفريق أولمبيك اسفي، تمريرة رأسية ومباشرة صوب الحارس. دورة 7 وتنافسية فيها كبيرة في الوقت اللي كنشوفوا هنا يسري بوزو، عملية هجومية تصويب، حاول ما يمكن أنه يستعمل تصويبة أمامية، ولكن قبل ذلك هنالك تاريخ حافل بالعديد من المباريات القوية في خط الوسط. هذه محاولة تصويبة والحارس كيخرج كره مباشره، كره صالح فريق الرجاء الرياضي. هذا من فاتي يلعب هذه الكره اماميه، كاينه تغطيه من جانب الدفاع، رجعت مره اخرى الشو اماميه، محاوله، فرصه، امكانيه ديال استثمار هذه الكره على مستوى الشق الهجومي من جديد لصالح فريق اولمبيك اسفي. صويبه انس زنيتي في المكان المناسب، ساماكي هو اللاعب اللي قام بالتصويبه ديالو اللي مشات بشكل مؤثر صوب المرمى، وكان بامكانه المالي ان يضع في الشباك. هذه رده الفعل الزروني، تمريره داخل منطقه الجزاء راسيه، رجعت مره ثانيه من جانب سويلي الشو اللي كيخرج الفيري الملعب. لاحظوا هنا الطريقه اللي لعب الكره ساماكي، الرجل اليسرى، التصويبه ديالو مشات مباشره صوب، كره في الزاويه على يسار الحارس خالد كبيري علوي، لعبات الكره من جديد رجويه، البحث على التمرير العرضي، صابر، هذا من فاتي، تمريره، فرصه، محاولة ممتازة يصد الحارس خالد كبيري علوي، تمريرة الجهة اليمنى، هذا من فاتي، هذا من فاتي المراوغة، هذا من فاتي راوغ اللاعب الأول، هذا من فاتي حافظ على كورته، قام بالتمريرة داخل منطقة الجزاء بولكسوت ولكن ضعيفة مباشرة. النتيجة المسجلة في الوقت اللي نشوفه هنا، ادم النفاتي كيف اعاد الكره، نوفل الزرهوني هكذا في الخط الامامي، ادم النفاتي نزل كورته، ادم النفاتي حاول يمر، تمريره داخل منطقه الجزاء، كره ممتازه، ولكن في الكره الماضيه لاحظوا ادم النفاتي على مستوى رفع الكره، بوسوق جوبيه من صابر بوغرين، تمريره جانبيه داخل منطقه الجزاء، تجد سويل يشوف المكان المناسب في الوقت اللي كنشوفوا هنا، انطلاقه هجوميه لصالح فريق اولمبيك اسفي، محاوله، فرصه للاستفاده من هذه الكره، تصويبه بعيده كانت بزاف، البناء بهذا الشكل، هذا تمريره اماميه، تغطيه، رجعت مره اخرى رجويه، فرصه، محاوله، تغطيه من جديد، كره رجويه، محاوله من جديد، والهدف الاول في مباراه اليوم. النسر الرجوي يحلق عاليا في سماء مدينه مراكش، يسري بوزو
بوزوخ يعلن عن انطلاقة التسجيل والحضور القوي في هذه المنافسة، هذه العملية الهجومية وهذه الانطلاقة التي تأتي على مستوى الخط الأمامي. العملية الهجومية بهذا الشكل نتابعوها بالإعادة مرة أخرى. هذه الفرصة التي أتت في التصويبة الأولى، ثم بعد ذلك إتمام الكرة مكعازي نعم هو من وضع الكرة في المرمى معلنا عن الهدف الأول لصالح فريق الرجاء الرياضي صابر بوغرين. ثم بعد ذلك تأتي التصويبة من محمد مكعازي الاسم السابق في المغرب اتلتيكو تطوان. ممكن في عالم كرة القدم كرة من سمكي يلعب على الجهة اليمنى، عملية هجومية داخل منطقة الجزاء، يقع في المحظور بولكسوت وضربة جزاء يعلنها مدوية في سماء نعم. نشاهد هنا التدخل الماضي والمخالفة داخل منطقة الجزاء، السقوط في التعديل. سويل يتقدم يصوب هدف في المرمى معلنا عن هدف التعادل. يوسف نعم يشو يضع الكرة في المرمى، سويل يشفى ويسجل في هذه العملية الهجومية في هذه المحاولة على مستوى الشق الهجومي. 1-1 في مباراة الرجاء فريق أولمبيك أسفي، هكذا هو العنوان. الهدف رقم 5 لأولمبيك أسفي هذا الموسم. تنفذ من صابر بوغرين داخل منطقة الجزاء للقائمة الثاني الأسرع من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. الكرة الثابتة آدم النفاتي، تلعب هذه الكرة في الخط الأمامي مع هذه الندية التي يطمح من خلالها كل طرف لأن يكون الأفضل. مباراة اليوم محاولة هجومية رجوية، بولكسوت تمريرة جانبية، فرصة تصويبة ممتازة، يضيع الهدف. استفيد منه في عملية هجومية ملعوبة على مستوى الخط الأمامي في الشق الهجومي، وفي آخر المطاف تأتي هذه الكرة، هذه المحاولة. أولمبيك أسفي كرة أمامية لمحاولة رجوية، صابر بوغرين عملية المرور من جديد رجوية، فرصة داخل منطقة الجزاء، نوفل تصويبة، القائم ينوب عن الحارس بولكسوت، هذا من الفاتي تصويبة ولكن مباشرة إلى خارج الخط الخلفي. هذا الزرهوني الذي دخل بهذه الكرة داخل منطقة الجزاء، لاحظوا كيف تفاعل معها، تصويبة ترتطم بالقائم الأيمن للحارس، القائم مسفوي بامتياز على اعتبار أنه نابعنا عن الحارس خالد كبير العلوي. انطلاقة هجومية، دخول داخل منطقة الجزاء، تعامل من جانب الرجاء الرياضي، نوفل الزروني. اتحاد زمرو خميسات، كرة أمامية على مستوى الخط الأمامي، فرصة رجوية، كرة ممتازة ويأت بشكل رائع داخل منطقة الجزاء. من تفاصيل هذه الجولة الثانية سيكون من يسري، هذه محاولة تمريرة جانبية داخل منطقة الجزاء، البحث عن متمم العملية، ولكن مرة أخرى من جانب عناصر فريق أولمبيك أسفي تمريرة جانبية، ولكن هنالك تغطية من جانب الحارس. من ترشحون للتصويب، كرة تنفذ أمامية، فرصة الهدف راسية داخل منطقة الجزاء وتغطية من جانب الدفاع، ثم الحارس. كانت من أبات من جانب فريق الرجاء الرياضي على معترك فريق أولمبيك أسفي. تنفذ هذه الكرة داخل منطقة الجزاء راسية مرة أخرى إلى خارج. تفضل عنده جرعة إضافية زايدة بإمكان أن يستفيد منها فريق أولمبيك أسفي. كرة من جديد في الخط الأمامي، تحضير والهدف المسفيوي يأتي في هذه اللحظات. ثاني الأهداف من جانب فريق أولمبيك أسفي في الهدف الثاني، ولا يصدق الأمر كعملية هجومية في خطأ على مستوى التغطية الدفاعية. تأتي الكرة بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. الهدف اللي يجيب عند الخطأ ربما من أولو اللي كان مضايق حاول ما يمكن يصحح الوضعية للكرة الماضية، لكن في آخر المطاف يأتي الهدف على مضض وبشكل سريع من المسجل، من وضع الكرة في المرمى، من غير العنوان وجعل الكرة في الشباك. هو إبراهيم، هو البحراوي الذي يتمكن من ركن الكرة في المرمى مفقود. تعود مرة أخرى لسريدة، يبحث عن الانطلاقة من الجهة اليمنى، يختار الانطلاقة في اتجاه صابر بوغرين لسريدة، دخول ممتاز، كرة ممتازة، جول والهدف، هدف التعادل يأتي في هذه اللحظات. الرجاء يعدل الكفة. قلنا أن المباراة لم تنتهي بعد، حوار لم ينتهي بعد، صافرة لم تطلق بعد،
بعد، وبالتالي يعود الرجاء ليعلن عن هدف التعادل قبل نهاية تفاصيل هذه المواجهة. هنا الرجاء الذي يعود من خلال عبد الصمد بدوي الذي يضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف التعادل. عبد الصمد بدوي يعلن